احنا بقينا في مستنقع، احنا وصلنا لدرجه من القذاره محدش وصل لها قبل كده. يعني يا اخت احنا لما حد يتوفاها الله عندنا وبتبقى سمعته وحشه بنطلع ندعي له ان ربنا يرحمه ويتجاوز عن سيئات، انما انت عندك القذاره وصلت لمرحله محدش وصل لها قبل كده، ان انت تطلعي تعملي بوست زي كده وتكتبي عليه الكلام السيء ده، مع انك مش عارفه ايه اللي بينها وبين ربنا ان انت تطلعي تقول عليها ان هي تدخل النار، وانت اصلا مش متاكده ان انت هتدخلي الجنه. سيدنا ابو بكر طلع وقال لو كانت احدى قدمي في الجنه ما امنت مكر الله. وسيدنا عمر اللي الايمان بتاعه يتوزع على الدنيا كلها طلع قال لو نادى مناديا يوم القيامه كل الناس يدخلون الجنه الا رجل ظننت انه عمر. انت بقى مين عشان تطلعي تحكموا عليها ان هي هتدخل النار؟ ربنا قال ان الحكم الا لله. انت بقى مين عشان تطلعي تحكموا عليها ان هي هتدخل النار؟ واحب اقول لكم على حاجه، محدش هيدخل فينا الجنه بعمله، كلنا هندخل الجنه برحمه ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم الجنه بعمل. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال نعم الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني سيدنا محمد اللي ضمن الجنه قال لك انا مش ضمن الجنه بعمل، انا ضمن الجنه برحمه ربنا. انت بقى مين عشان تطلعي تحكموا عليها ان هي تدخل النار؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اشكالك يا شيخ.